بسم الله الرحمن الرحيم. أعزائي المشاهدين، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. حرية أعزائي المشاهدين، حرية. العالم هذا يؤمن بالحرية والديمقراطية وحرية الكلمة وحرية الفعل والتصرف والرأي، لكن إيش؟ حريتهم إنك تمشي على كلامهم، لكن تشاب إذا انحرفت يمين يسار وأنت عدو وأنت متخلف وأنت إرهابي. نعم إخواني الكرام، في حركة ذكية، خلونا نعترف، حركة ذكية من سمو أمير قطر، أن لبس اللاعب ميسي العباءة العربية، أو إحنا نسميه بشت، يعني البشت القطري. فميسي لبس ورفع هاي الصورة، راح تحفظ في التاريخ إخواني الكرام. هذا مش موضوعي. طيب انت الان ايش تبي يا عبد العزيز؟ المشكله ان الغرب الدجال من امس، او اعتقد من اليوم اللي لبس فيه ميسي هذه العباءه وانتشرت الصور في انحاء العالم، وهو بواسيره منتفخه. اعزائي المشاهدين، انا اقول لكم، انا لما اسوي حلقه الان، الحلقه ايش هدفها؟ ما اتكلم لك عن كاس العالم، انا اوصل لك رساله لابد انك انت تفهمها، لابد انك انت تخلي هذه الرساله في عقلك. حقد، كراهيه، حسد، نفاق، كذب. انا لم اشاهد كل هذه الصفات قد ما شفت في هذا الغرب الدجال اخواني الكرام. زعلانين والله اخواني الكرام من امس واليوم، وزعلانين وبواسيرهم منتفخه ان شلون ميسي لبس هذه العباءه العربيه. خلونا نقول انها العباءه العربيه، ما بنقول قطريه بس. يعني ليش زعلان؟ والله في واحد مغرد يقول لك ان لبس ميسي لهذه العباءه افسد افضل لحظه تاريخيه. يعني ها بس مجرد ان لبس العبايه صارت يقول لك ان هذا كاس العالم، كل هاللحظات الحلوه اللي كانت في كاس العالم افسدت بسبب هذه العبايه. وفي تغريده ثانيه ايش يقول لك؟ يعني شوفوا التصريح الاخر والتغريدات، يقول لك ان من يعني الحمد لله، يقول لك الحمد لله ان فرنسا خسرت. شوفوا، الحمد لله ان فرنسا خسرت ولا انها تكون في المركز الاول ويرتدي لاعبيها هذه العباءه. واللي قال تخلف، واللي قال جهل، واللي قال ما ادري ايش، وكله بس لان هذه العباءه تخصنا احنا المسلمين. شفتوا شلون يكرهونكم؟ شفتوا شلون انت اللي ساعات تدافع عن الغرب، شفت شلون الكراهيه؟ لكن اقسم بالله اعزائي المشاهدين، لو ميسي حط علم بما يسمى، لا بكون مؤدب، القناه الرئيسيه هذه، والله لو ميسي لبس العلم هذا اللي فيه الالوان اللي يتبع المجتمع بما يسمى مجتمع الميم، لا قالوا واو حرية، تحضر، تطور، محبة، سلام. شوفوا والله اخواني الكرام، في حياتي كانوا احنا القطريين صرنا حطونا في السماء، كانوا حطونا في السماء، مثل ما هم الان قاعدين والعياذ بالله ينزلونا في الارض يقولون عنا متخلفين لان ميسي لبس العبايه. والله 3 مرات قسم من اخوكم للغرب، يعني قوم الدنيا من التهليل والمديح وان احنا متطورين وان احنا متحضرين، لو كان هذا ميسي والعياذ بالله طبعا حط علم هذول المثليين اخواني الكرام والالوان. ايش رايكم؟ ايش رايكم؟ انا لا اريد ان اطيل في الحلقه، رساله واضحه اخواني الكرام، الرساله واضحه، حقد، دفين، عنصري. يعني انا ما ادري، لو رفعت رايه مثلا مكتوب عليها لا اله الا الله، لو رفعت رايه مكتوب عليها الله اكبر، ايش كان راح يصير؟ كان يقول لك لا تدخلون الدين في السياسه، ولا تدخلون الدين في الرياضه، لكن هم يدخلون دعمهم للمثلي. حلال وحلال، حلال يا حبيبي، حلال يا حبيبي، وندعم وبشده، وندعم وبقوه، واحنا معاكم،
واحنا 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 واحنا. وصلت الرسالة اعزائي المشاهدين؟ لا اريد ان اطيل في الحلقة، الرسالة واضحة. والله النفاق يقطر، النفاق يقطر عزيزي المشاهد. واتمنى وانا اكرر كلامي، صدقوني يعني اللي يلومني يقول لي انت تتكلم عن كاس العالم، ويعني وايد ناس مش عدد يعني اخوي العزيز، خذ هالرسائل، خذ وافهم وحط في عقلك انا ايش ابى اوصل لك. شوف الفضايح اللي قاعد تحدث من قبل هذول اللي يدعون الديمقراطيه والحريه. والله 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 شوفوا يعني والله هذا ميسي لو مشي عريان في الملعب فصح صلت ملط لا قال له حريه وخلوه يفرح. انما سمو امير قطر لبسه عبايه قوموا الدنيا. عنبر 8000 مش حيجيب نتيجه مع هالقرود هذا. هم يقول لك ان اجدادهم قرود، يعني ما في حل معاهم اعزائي المشاهدين. اتمنى الرساله تكون وصلت.